بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الأحبة، يتجدد اللقاء معكم في نور القرآن الكريم، حديث قرآني جديد مع آيات الله البينات
آيات في سورة البقرة تتحدث عن الحج، ولقد جاء أيها الأحبة في سبب نزول تلك الآيات عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: ما تقول يا رسول الله في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، ثم نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين السائل؟ يعني الذي سأل عن العمرة. فجاء فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: أما جبتك فانزعها، يعني اخلعها عنك وارتدي ثياب الإحرام التي ليس فيها مخيط، وأما ما عليك من الطيب أو ما فيك من الطيب فاغتسل منه، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. هذا ما ورد في أسباب النزول في تلك الآية المباركة من سورة البقرة. نواصل إن شاء الله حديثنا معكم بعد الفاصل في تفسير تلك الآية المباركة من كتاب الله، فإلى اللقاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أيها الأحبة، عود حميد من جديد إلى آيات الله المباركة في سورة البقرة، بعد أن ذكرنا أسباب النزول في تلك الآية المباركة. يطيب لنا أن نتحدث عن كلام العلماء في تفسير هذه الآية المباركة. هذه الآية تتحدث عن فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة، ألا وهو ركن الحج. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الركن هو ركن الحج، والحج تبارك وتعالى والحق تبارك وتعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا يعني أكملوا. إذا أحرم المسلم إحراما لعمرة أو لحج فلا بد من إكمال ما ابتدأه، وإذا لبس لباس الإحرام وأحرم من الميقات ونوى فلا يمنعه مانع من أداء المناسك على الإطلاق، إلا مانع ضروري، إلا إذا حدث أمر يمنعه وهو خارج عن إرادته. وأتموا الحج والعمرة لله، أكملوا مناسككم التي بدأتموها لله. دائما يأمرنا الحق تبارك وتعالى بالبعد عن الرياء، البعد عن النفاق. اعبدوا الله مخلصين له الدين. أن يخرج المعتمر أو الحاج من بيته ناويا وقاصدا وجه الله تبارك وتعالى، لا يقال أو لا ليقال إن فلان قد حج إلى بيت الله، أو ليأخذ مثلا لقب الحج، أو ليقول له الناس يا حج. هذا ليس من الإسلام، إنما تمام العبادة وكمالها وتوجه المسلم بقلبه فيها لله. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم، إن منعتم، إن جاء عدو فحبسكم عن طريقكم إلى بيت الله الحرام، إن جاء قاطع طريق مثلا ثم وقف في طريقكم، فإن أحصرتم يعني منعتم وحبستم عن أداء المناسك الخاصة بالحج أو العمرة، فما استيسر من الهدي، يعني يجب عليكم ذبح هدي، وهي الأنعام التي تذبح من أجل جبر ما نقص في أداء المناسك للحاج أو المعتمر. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
إذا اطمأننتم أن هذه الذبائح وهذا الهدي الذي قمتم بتقديمه لله وذبحه أيضا لله، قال تعالى: فصل لربك وانحر، لا يجوز الذبح إلا لله رب العالمين. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. اطمئنوا أن الهدي قد ذبح وأنه وصل إلى الجائعين والمساكين والفقراء والمحتاجين. هنا يجوز لكم أن تحلقوا رؤوسكم بعد أن تقدموا هديكم. ثم يقول الحق تبارك وتعالى استكمالا لأحكام الحج في هذه الآية المباركة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بعض الناس يكونون مرضى، به أذى من رأسه، به مرض أو به جرح يمنعه من الحلق أو من التقصير مثلا، أو يؤذيه هذا الأمر. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فماذا يفعل في تلك الحالة؟ يقدم فدية. هذه الفدية أنواعها ثلاثة: إما أن يصوم لله رب العالمين، أو إما أن يتصدق، أو إما أن يذبح ذبيحة هديا وتقربا لله رب العالمين، على اختلاف وتفصيل بين الفقهاء في الصيام وفي الصدقة وفي النسك. ليس هذا محل ذكر هذا الخلاف الفقهي. كذلك يقول الحق تبارك وتعالى: فإذا أمنتم، انتهى الإحصار وانتهى المنع، ثم أمنتم طريقكم، ثم أصبحتم جاهزين للحج أو للعمرة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما معنى هذا الكلام في كتاب الله؟ الحج على ثلاثة أقسام أو على ثلاثة أنواع: قران وإفراد وتمتع. الحاج المفرد هو الذي يفرد الحج فقط بالأداء، لا يعتمر مع أدائه للحج. وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة ثم يستمر في إحرامه حتى يؤدي الحج. وأما المتمتع فهو الذي يحرم بالعمرة ثم يؤديها ثم يتحلل حتى إذا جاءت أيام الحج أكمل مناسك الحج ثم أتمم إحرامه. هذا اسمه متمتع. ما حكمه؟ ما استيسر من الهدي. المتمتع يقدم هديا، والقارن يقدم هديا. أما المفرد بالحج إلى بيت الله الحرام فلا هدي عليه كما قال الفقهاء. وانظروا رحمكم الله إلى قوله تعالى: فما استيسر من الهدي. لا يريد الإسلام ولا شريعته الغراء السمحاء أن تشق على المسلم في عباداته ولا في معاملاته ولا في أي شأن من شؤون حياته. لماذا؟ لأنها شريعة مبنية على الوسطية، مبنية على التيسير وليس على التعسير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هكذا يعلمنا الإسلام وتعلمنا شريعة الإسلام. فما استيسر من الهدي، ما تيسر لكم، إن كانت شاة أو بقرة أو جملا. كذلك يقول الحق تبارك وتعالى: فما استيسر من الهدي، يعني ما تيسر لكم شراءه وذبحه على قدر استطاعة كل واحد منكم. ثم يقول الحق تبارك وتعالى: فمن لم يجد شيئا من الهدي أو ما لم يشتري به هديا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. من لم يجد ما لم يشتري به هديا ومن لم يجد هديا يشتريه ماذا يفعل؟ يصوم 10 أيام، 3 وهو في الحج و7 إذا رجع، تلك 10 كاملة حتى لا يلتبس على أحد العدد. قال الله: تلك 10 كاملة، مجموع 3 و7 10. لمن يا رب العالمين؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ليس من أهل مكة
وليس من القاطنين في حرم مكة كما أخبرنا الله تبارك وتعالى. هؤلاء لا تنطبق عليهم هذه الأحكام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثم يختم الله تبارك وتعالى تلك الآية المباركة التي تتحدث عن تلك الفريضة، فريضة الحج: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يذكر الحق تبارك وتعالى تقوى الله دائما مع عبادته. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا في الحج يقول تعالى: واتقوا الله، خافوا من الله في كل مناسككم وشعائركم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إن الله شديد العقاب. ومع كونه شديد العقاب فهو الغفور الرحيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالحج إلى بيته الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.